ان كان في امريكا في مدرسه اسمها مارفا كولينز. مارفا كولينز دي اول ما اتخرجت من الجامعه تم تعيينها في مدرسه اعداديه في شيكاغو مع اقليات فقيره. المدرسه دي كانت غير المدارس كلها لانها كانت بتهتم بتعليم الطلبه اللي عندهم صعوبات في التعلم وعندهم صعوبات في القراءه. فتخيل نفسك مدرسه طالعه جديد من الجامعه وهتدرس لطلبه عندهم مشاكل اساسا، اللي هو بتدور بصراحه على ناس المفروض ان هم متخصصين او عندهم الخبره الكافيه يتعلموا مع النوع ده من التلاميذ. مارفا لقت ان المناهج اللي بتدرس للطلبه مش كافيه ان هم تاهلهم تخليهم طلبه متميزين او تعلمهم حاجه جديده. لقت ان المناهج مناهج عقيمه، فقررت ان هي تحط المناهج دي على جنب وترفع من كفاءه الطلاب دي بسبب حبها ليهم واخلاصها